السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم عدس الغموس. أيوة، عدس الغموس. العدس مش لازم يكون شوربة، احنا عندنا لسه الدنيا بتشتي، فعشان كده هنعمل عدس الغموس عشان خاطر ايه؟ يدفينا ويدينا طاقة وحيوية، وفي نفس الوقت حلو واقتصادي وجميل. يلا بينا نشوف المكونات. عندي بطاطساية متقطعة مكعبات، بصلاية متقطعة مكعبات، وجزراية متقطعة مكعبات، وطماطمتين متقطعين. وعندي كمية العدس اللي عايزة أعملها 1/4 كيلو، وعندي حبة لسان عصفور، وعندي ملح وبابريكا، وفلفل أسود وكمون وشطة وحبة توم، وكمان عندي شوية كركم. يلا دي البهارات اللي احنا هنستخدمها، بهارات جميلة وكلها حاجات كتيرة. أول حاجة هنا بقى، وانا قلت لكم، وفي كمان ما تنسوش ورق اللورة. خلاص انا قلت لكم على الحاجات دي، كلها جميلة وكلها فيتامينات وتدي طاقة وحيوية وتخلي الاكل بتاعك رهيب وجميل. مسكت العدس غسلته وحضرت الخضار. يلا بينا بقى نجيب القدر ونحطه على النار. هنا كنت هكب العدس، قلت لا اوريكم. يلا نكمل حط العدس. طبعا العدس ده مغسول كويس ومتنشف كده العدس، ودي اول حاجة احنا بنحطها. بعد كده هنجيب الخضار ونبدأ ننزله كله، حبة طاقة بقى وحبة فيتامينات وكالسيوم وكمان معادن. يلا كله حطيناه على بعضه، وهنحط عليه رتل ونص مية. رتل ونص، ايوه رتل ونص. وكمان احنا حاطه توم بودر بدل التوم الفصوص. هحطه بقى على النار وهسيبه يغلي مع بعضه، ياخد كده ويدي مع بعضه بشكل ودي. هغطي عليه واسيبه يستوي. تعالوا بصوا معايا كده، نكشف عليه ونشوفه. لقيته لسه شوية الجزر ما استواش، هنسيبه يكمل سواه. بعد ما يكمل سوا هنطفي عليه. تعالوا بقى نجيب القدر بتاعنا ونبدأ نحط معلقتين سمنة فلاحي ونحط عليهم لسان العصفور. لسان العصفور ده هيساعد برضو ان هو يمسك وهيديه فايدة وقيمة اعلى شوية، يديله تيست كده. وتفضل نحمر فيه لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل. بعد كده هنفرم بقى العدس في قلب الخلاط وننزله. نزلنا العدس وهنقلب فيه عشان إيه لسان العصفور اللي احنا حمرناه ما يلزقش في قعر الحلة. هتفضل ايدك فيه كده وتقلبي فيه لغاية ما نفرم الشفشق التاني ونحطه. حطينا البهارات كلها اللي احنا قلنا عليها، ونبدأ نقلب فيها كده لغاية ما تبوش معانا. ونضيف كمان شوية ملح عشان خاطر يبقى ملحه كويس. ونفضل نقلب عشان نقلب الملح والبهارات ندوبهم مع بعض، وفي نفس الوقت لسان العصفور ما يلزقش تحت. خلي بالكم من التركات والحركات اللي بقول لكم عليها. ماشي، وقلبي. احنا حطينا نص البهارات، رجعنا نحط النص التاني عشان تدوب. لازم تحرصي ان هي تدوب كويس. لقيته برضو عادب، حطيت شوية ملح. على فكرة ده رشاش عشان كده بيحطوا حبة حبة. وتفضلي بقى تقلبي فيه لغاية ما يتماسك كده. يلا بينا بقى اوريه لكم، وده كده الشكل النهائي ليه. طبعا كل ما يغلي على النار بيبقى لونه جميل، جميل جدا، رائع ورهيب. جربوه واعملوه، رهيب جدا، يدفيكم من البرد وفي نفس الوقت ده غموس.